السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا جدا. ولا اكرم انا في 60 ده يالا. اكرم بيه توفيق اللي احنا عملنا له قيمة وعملنا له مكان وخليناه لاعب كرة وخليناه معروف. امبارح بيلغي متابعته للنادي الاهلي. مع السلامة يا اخويا، مع السلامة يا حبيبي. الباب يفوت جمل يا حبيبي. اعظم من حسام ابراهيم انت، اعظم من رمضان صبحي، اعظم من حسام الحضري. انت مين انت اللي اخوك يطلع يقول لك اصل ما اعرفش ايه، احنا مخلصين واحنا ما حدش فاتح باب المفاوضات. ما الناس كلها بتتكلم وعارفه انك انت رجعت تفتح باب المفاوضات تاني مع الاهلي عشان وكيلك ما خدش النسبه بتاعته. ولا امشي روح في اي حته. انت ما تشغلناش، لا انت ولا اكبر ولا اتخن منك. الله اعظم منك جم النادي ومشوا وما سالناش عنهم. التيشيرت بتاع النادي الاهلي اللي بيعمل لك قيمه انت ولا غيرك؟ بس خليها دي في دماغك وعارفها دايما. التيشيرت بتاع النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي هو اللي بيعمل لاي لاعب قيمه. بص الانديه التانيه حواليك ما حدش بيشوفهم، ما حدش بيبص عليهم اصلا. ده كده بس عشان الاستاذ اكرم توفيق عامل نوش واخوه واجعين دماغنا كل شويه. يا حبيبي احنا مش عارفين، مش رونالدينو وانت مش انيستا يا بابا. هذا كده وخد نفسك وتوكل على الله، روح شوف انت رايح فين ومحدش سال عنك. والمزبله التاريخ انت كمان. اوعى حد يفكر انه اكبر من النادي الاهلي، اوعى حد من اللعيبه يفكر انه هو اكبر او اهم عندنا من تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي بيعمل لكم قيمه، تيشيرت النادي الاهلي بيخليكم لعيبه، تيشيرت النادي اغلى واكبر من اي حد فيكم. ده كده بس عشان الاستاذ الكبير اكرم توفيق اللي مصدعنا واخوه بقى لنا شاف القنوات الفضائيه. الاهلي النهارده هيلعب مع غزل المحله الساعه 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت الاردن ان شاء الله. معلق المباراه كابتن مؤمن حسن. المباراه هتكون على استاد السلام. الاهلي لعب 12 مباراه عنده 26 نقطه، خلف بيراميدز اللي لاعب برضه 26، اللي عنده لاعب برضه 12 مباراه وعنده 27 نقطه متصدر الدوري. في رهان ما بين اللعيبه وبعض في النادي الاهلي انه امام عاشور يكمل مسلسل تالقه ويسجل النهارده هدفين كمان عشان يفرق عن الناس الهدافين الدوري. ان شاء الله ربنا يكرم امام النهارده. النهارده كمان في مباراه للزمالك مع فاركو الساعه 5 بتوقيت مصر، 6 بتوقيت الاردن، برضه في قبل مباراه الاهلي ان شاء الله. بالنسبه لموقف المصابين عندنا اشرف داري جاهز بدنيا وفنيا، والراجل بيأدي في التدريبات بشكل مذهل، وراجل خاطف العين في التدريبات. وان شاء الله اشرف يكون يعني الفتره اللي فاتت دي فتره كده يعني استثنائيه وما يكملش معانا موضوع الاصابات اكتر من كده. اشرف داري متالق في موضوع في التدريبات، وان شاء الله هيكون موجود النهارده في قائمه الفريق. اشرف بن شرقي ان شاء الله هيكون جاهز 100% بعد المباراه بتاعت النهارده، وبرضه هيكون موجود في مباراه الاسماعيلي اللي هي بتسبق مباراه الزمالك مباشره اللي هتكون يوم 16. مباراه الاسماعيلي مباراه الزمالك هتكون يوم 22. برضه اسامه ابو علي هيكون جاهز بعد مباراه غزل المحله النهارده. كل اللعيبه ان شاء الله. اللاعب الوحيد اللي موقفه مش باين وموقفه مش واضح هو طاهر محمد طاهر. عندنا طاهر محمد طاهر ويحيى عطيه الله وكريم فؤاد والاستاذ عمر كمال، دول اللي مش هيكونوا معانا في مباراه الزمالك. باقي ما تبقى ان شاء الله في ناس هتخش بعد مباراه الغزل والناس هتخش بعد مباراه الاسماعيلي، بس الناس كلها هتكون جاهزه الا الرباعي ده اللي هو كريم فؤاد، وبرضه رضا سليم مش معانا، وعمر كمال الله اعلم، وطاهر محمد طاهر مش معروف موقفه، ويحيى عطيه الله. دي الناس اللي هي معروفه. وفي واحد زي طاهر محمد طاهر موقفه مش واضح بقاله فتره طويله ومش عارفين الدنيا هتوصلنا مع طاهر لغايه فين. انا شايف ان في مشكله بالنسبه لنا في الجهاز الطبي. يعني وسام برضو كان 10 ايام بقى دخلنا النهارده في شهر، كلام كده حاجات مش واضحه. اشرف داري متضايق جدا ومنزعج جدا من الكلام التافه اللي بيطلع كل شويه عن اصابته وان الموضوع بيتكرر كتير. انا بس سؤال لاحمد حسن، كابتن احمد حسن، انت يعني كابتن تاريخ المنتخب مصر، كنت لعبت في النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي. انا مش فاهم انت بتجيب معلوماتك من او الادمن على صفحتك بيجيب المعلومات بتاعته منين؟ ولو الادمن بتاعك بيجيب معلومات غلط انت ازاي سامح له بحاجه زي كده؟ احنا مش هنسمح لحد يجي على لعيبتنا. يعني اذا كان الادمن بتاعك يطلع يقول لك اصل اشرف داري مصاب، واشرف بن شرقي اسف، واشرف بن شرقي راجل بيتدرب وكل اموره كلها كويسه، وانت تطلع تقول لا اصل مش عارف فاضل له 15 مصلحه ده جديد الاصابه. كلام عالي وكلام تافه وكلام ملوش اي قيمه زي اللي كاتبه على صفحتك بالظبط. اذا كنت انت بقى ولا غيرك، فاحنا مش هيهمنا حد. اي حد هيفبرك خبر عن النادي الاهلي هنطلع ونرد عليه، وهرد عليه بقسوه كمان، مش هنطبطب على حد. النهارده ياسر ابراهيم بيتاكد كمان غيابه عن مباراه القمه. ياسر لسه خلاص لبعد مباراه الزمالك ان شاء الله اصابته، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. في كمان مع النهارده كده اخر النهار في دوري ابطال، يعني نهائي مبكر زي ما بيقولوا.
عندنا مان سيتي والريال مدريد الساعه 10 بتوقيت مصر، 11 بتوقيت الاردن. هتكون مباراه ضرب نار للصباح الباكر. بتمنى الفوز لريال مدريد، بتمنى الفوز للاهلي النهارده، هيكون يوم رياضي كده لذيذ لطيف طول اليوم. اخواتنا حبايبنا شرفتونا ونورتونا جدا. ان شاء الله اول التشكيله بتنزل هنزلها على الصفحه، ادعمونا بلايك وشير عشان الصفحه بتكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.